ازيكم عاملين ايه؟ يوم جديد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. قبل اي حاجة حابة اعتذر لكم بس على صوتي، عشان يعني لسه قايمة من دور صعب قوي، فمعلش يعني لو الصوت مش احسن حاجة. حقيقة الايام دي منتشر دور برد غريب جدا، يا رب يعافينا كلنا ويشفي كل مريض، والحمد لله ان انا قمت بالسلامة. انا قعدت فيه يعني مدة حلوة. الحمد لله الحمد لله، ربنا أتم نعمته عليا بالشفاء وقمت بالسلامة. فأول ما قمت بالسلامة قلت بقى لازم أعمل لكم فيديو كده حلو يكون خفيف مش طويل. عملت فيه حاجات بسيطة، طبعا هي اتعملت على مدار اليوم، بس طبعا أنا مختصرها لكم في كام دقيقة بس كده. عملت معاكم حاجة جديدة أول مرة أعملها، عملت حمص الشام. ده أول مرة أصوره يعني أو أعمله معاكم. بقية الحاجات أنا كنت عملتها معاكم قبل كده في فيديوهات تانية، فما جبتهاش بالتفصيل، بس يعني ظهرت على مدار الفيديو بتاعنا. يا رب كلكم تكونوا بألف خير وألف صحة، ولو أي حد تعبان ربنا يشفيه ويعفو عنه إن شاء الله. يعني نعمة الصحة دي نعمة كبيرة جدا جدا جدا. يعني احنا طبعا احنا حاسين بيها، بس بنحس بيها قوي لما بنتعب. يعني شوية برد مثلا لو صغيرين ممكن يرقدوك اسبوع، ما بالك في ناس تانية ربنا مبتليها بأمراض تانية. فيا رب يا رب يشفي كل مريض ويعفو عنا جميعا ويشفي مرضانا أجمعين. أسيبكم تشوفوا الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تقولولي رأيكم إن شاء الله. معايا هنا ربع كيلو من حمص الشام مغسول ومنقوع. معايا بصلة صغيرة مبشورة و3 فصوص من الثوم. عصير ليمونة يعني، و2 طماطم مبشورين. حطيت الحمص في الحلة وحطيت عليه مية ونزلت عليه بالثوم. عقبال ما يتسلق بقى اعمل كده كيكة، انا جايباها كيكة سريعة يعني هي الكيكة الجاهزة. يعني مش اللي هي العادية اللي احنا بنعملها، يا دوبك بس بحط المكونات كلها في الكبة وانزل عليها في الصينية. اول كده من الحمص بتاعي بدأ يغلي، انزل عليه بالبصلة والطماطم وعصير الليمون واقلبه كويس، وبعد كده اسيبه لحد ما يقرب على السوا، وبعدين انزل عليه بالكمون. عقبال بقى ما يستوي قلت بقى اعمل البانيه. انا هنا عامله دقيق وبقسماط ونشا، وحاطه بقى فيها شويه توابل كده عشان الكفر يعني. ربنا يا رب يديم علينا كلنا نعمة الصحة ويشفي كل مريض ويشفينا. حقيقي نعمة الصحة نعمة كبيرة من عند ربنا. نعم ربنا علينا كتيرة نحمد ربنا عليها. نعمة الصحة وراحة البال والستر. ربنا يديمها علينا نعمة ويشفي كل مريض ويا رب ما يجعل حد أبدا موجوع على حد منه يكون تعبان. الفترة دي ناس كتيرة جدا تعبانة. قرايبنا بقى، جيراننا، صحابنا، ولادنا، ربنا يشفي كل مريض ويشفينا ويعافينا، وما يوجع قلب حد على حبيبه أبدا. خلص هنا البانيه بتاعي كله، واكمل بقى بقيه الروتين. انا عامله فيديو سريع يعني كل حاجه سريعه، مش جايبه حاجات بالتفصيل. هنا البانيه خلص، هسيبه يتشمع في التلاجة واروح بقى للحمص. كان بدأ يستوي، حطيت عليه الكمون وهبدأ اسقي المحشي بتاعي بالشوربه. انا كنت مظبطه الشوربه برضو ومحيقاها. بعد ما سقيته بالشوربه هسيبه بقى لحد ما يستوي وارجع للحمص بتاعي، هديله كده تقلبتين وخلاص كده. هنا عملت شويه بتنجان كده بالفلفل الاحمر قمر كده، يا رب الف هنا وشفا. الكيكه كمان بتاعتي كانت استوت وبردت، ابدا اجهز لها بقى الصوص بتاعها. معايا هنا قالب شوكولاته، هو بيبقى فيها لو انت عايزه يعني تجيبي كيكه عاديه وتشتري القالب لوحده يعني برضو براحتك. هبدا افك الشوكولاته كده على البخار. انا غليت ميه حطيتها في الصينيه وحطيت الشوكولاته عليها 3 معالق من اللبن. هفضل احرك فيها كده لحد ما تسيح. يعني ممكن تستغنوا عن الشوكولاته خالص براحتكم، بس انا كنت جايبه يعني الكيكه دي فيها قالب الشوكولاته ده. هي بصراحة طعمها حلو وبتعجب الولاد ومش تقيلة، يعني الكيكة بتبقى خفيفة. عموما الكيكة الجاز دي بتبقى خفيفة، بس هفضل اقلب فيها كده لحد ما ادوب الشوكولاتة كويس جدا وانزل بيها على الكيكة. بس اهم حاجة الكيكة بتاعتي تكون باردة.
ندعي لنفسنا يا جماعة وندعي لبعض بدوام النعم. ربنا يا رب يديم علينا نعمه كلها. نعم ربنا علينا كبيرة، يعني محدش يقعد يقول ده الفلوس اهم حاجة. لا والله الصحة اهم من اي حاجة. طول ما انت بصحتك هتقدر تعمل كل حاجة، وهتقدر تجيب الفلوس اللي هتتصرف في الاخر. ربنا يديم يا رب نعمه علينا كلنا. سقيت هنا بقى الكيكة بتاعتي بصوص الشوكولاتة، واسيبها لحد ما تبرد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. تعليقات حلوة كتير.